خوتي، السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة وقصة جديدة. في شهر 3 ديال 2010 وبالضبط في واحد الغابة اللي جات ما بين المحمدية وبن سليمان. الناس كيجيو كيتساراو تما وكيديروا الرياضة. مع 11 ديال النهار تقريبا واحد الراجل هو والزوجة ديالو كانوا كيتمشاو كيديروا السبور. هاد السيد هو ومراتو دخلوا وسط الغابة مزيان حتى تيتفاجئوا بالوجود ديال واحد الجثة ديال واحد البنت اللي تقريبا في العمر ديالها 16 17 سنة. الجثة كانت غارقة وسط ضايا ديال الدم. مباشرة اتصل برجال الدرك اللي حضروا لعين المكان. هاد السيد كيقول في التصريحات ديالو بانه كان هو والزوجة ديالو كيديروا لا مارش. من البعد كانت كتبان لنا بحال شي حد ناعس، ولكن ملي قربنا تفاجئنا بالوجود ديال هاد البنت هادي غارقه في الدم ديالها. الجندار بداو كيديروا التحريات ديالهم وغادي يكتشفوا بلي هاد البنت باقا قاصر، العمر ديالها 17 سنه. عرفوا هاد الشيء من واحد الصويك كان مرمي حداها، والصاك كانوا فيه الكتوبه ديالها وكانت فيه واحد البطاقه مدرسيه. قدروا يتعرفوا على الهويه ديال البنت. كما قلنا البنيته في العمر ديالها 17 سنه وكانت كتقرا في البكالوريا. الجثة كانت مازال ما تحللات، هذا كيعني ان الوفاة ما كانتش ماشي بزاف هذه باش البنيته ماتت. المحققين تاكدوا من واحد القضيه اخرى، هي ان هذيك البلاصه هي مسرح الجريمه. الغابه فين تلقات هذه الجثه غالبا بالنهار كتكون عامره، كيجيو الناس بزاف كيديروا تما كيديروا دي بيكنيك وكيتريضوا، ولكن 6 د العشيه الفوق كتخوى ما تيبقى يدور حتى شي واحد تما. من بعد ما تخدات صور احترازيه للجثه من جميع الزوايا، تهزات ومشات لمستودع الاموات على اساس باش يفحصها الطبيب الشرعي. في هاد الوقيته رجال الدرك غادي يعرفوا بلي في واحد المنطقه غير قريبه ليهم تابع النفوذ ديال الشرطه، واحد الراجل هو ومراته جاو داروا واحد البلاغ اختفاء لفائده العائله، تيقلبوا على بنتهم اللي في العمر ديالها 17 سنه واللي اختفت الليله الماضيه. البنيته اللي تيقلبوا عليها العائله ديالها كتحمل نفس الاسم ديال البنت اللي تلقات مقتوله. الوالدين ديالها تيقولوا بانهم ملي وصلت ديك 7 ديال العشيه تقريبا البنت ما جاتش، تشوشوا عليها وخرجوا تيقلبوا عليها، ما خلاو فين يقلبوا عليها، مشاو عند صحاباتها الناس كاع اللي كيعرفوا العائله، والو البنت ما تلقاتش. البوليس غادي يقرروا باش يهزوا هذوك العائله وغادي يديوهم لمستودع الاموات ويشوفوا واش هذيك الجثه اللي لقاو ديال بنتهم نيت ولا لا. ملي مشاو هنا كانت الصدمه، البنت هي هذيك. الاب والام ساكن غيخرج لهم العقل، جاتهم واحد الحاله هستيريه. من بعد التصريح ديال الجثه غادي يلقى الطبيب الشرعي بان البنت قبل ما تقتل تعرضات للاغتصاب. الطبيب الشرعي خدا واحد العينه من السائل المنوي اللي تلقى في الجثه. من بعد غادي يعرفوا بان 2 ديال الاشخاص تناوبوا على الاغتصاب والاعتداء على هذه البنت، يعني هادو اللي اختطفوها واغتصبوها 2 ديال الاشخاص، وغالبا غتكون عندهم سياره باش قدروا انهم يوصلوا ديك البنت ويدخلوها حتى لديك البلاصه في الغابه. رجال الدرك رجعوا للشكايات اللي كانت عندهم، وغادي لقاو بان هذه واحد 3 شهور جات واحد البنت بلغات على انها تعرضت للاغتصاب من طرف 2 ديال الاشخاص. هاد 2 ديال الاشخاص اختطفوها وداوها للغابه وتعداو عليها جنسيا. وغادي يلقاو واحد الملف اخر 5 شهور قبل من هاد الديكلاراسيون ديال هاد البنت هادي. حتى هاد الشكايه البنت كتقول بان 2 دراري شدوها واختطفوها واغتصبوها ومن بعد تلقوها مشات في حالها. من طبيعه الحال رجال الدرك غيعتمدوا على هاد الشكايات هادو، حيت اولا فيهم النوع ديال الطوموبيل وفيهم الاوصاف ديال هاد الاشخاص هادو اللي كيرتكبوا هاد الفعل الشنيع. حاجه وحده اللي ما عندهمش هي الماتريكول ديال الطوموبيل.
رجال الدرك بدات كتوضح لهم الرؤيه، قدروا يعرفوا بان هاد الجوج اللي اغتصبوا هاد البنات هادو غالبا و90% غيكونوا هما اللي قتلوا هاد البنت هادي. غنرجعوا للشكايات اللي توصلوا بها رجال الدرك من طرف هذوك البنات اللي تعرضوا للاغتصاب. في شهر 10 2009 رجال الدرك غادي تدخل عليهم واحد البنت كتبكي ومعها باها وامها. هاد البنت كان العمر ديالها تقريبا 22 سنه. غتقول رجال الدرك بانها خدامه في واحد الوزين جا خارج على المدينه ديال المحمديه. قالت لهم ملي خرجت مع جوايا الخمسه من الخدمه شديت الطريق وكنبقى غادا على رجلي، وفي نفس الوقت كنبقى نشوف واش جاي شي طاكسي ولا لا. في هاد اللحظه هادي وقفات عليا واحد السياره فيها جوج ديال الدراري، قالوا لي يلا نوصلوك معنا. قلت لهم انا ما بغيتش نركب معاهم، ولكن واحد نزل اللي كان جالس حدا الشيفور نزل وقف عليا وحط لي واحد الجنويه في الجنب ديالي، قال لي غتطلعي بالسكات ولا غادي نخشي فيك هاد الموس هذا. قلت لهم ما لقيت ما ندير، تخلعت وركبت. هذاك اللي كان اللي جبد عليا الموس طلع حدايا في الكرسي اللوراني والاخر كسيره بالطوموبيل. هاد العصابه مكونه من جوج ديال الدراري العمر ديالهم 24 25 سنه، مشاو بواحد السرعه مفرطه في الاتجاه ديال الغابه. دخلوا لواحد البلاصه لداخل وتناوبوا عليها بجوج. البنت كتقول عييت ما نطلب فيهم، عييت ما نبوس لهم في يديهم وفي رجليهم، كنقول لهم راني ماشي ديال هاد البساله هادي، وراني ما عمرني ما درت شي علاقه، انا مزوقه فيكم خليوني نمشي في حالي. والو ما حنوش فيها، تكرفسوا عليها وبغاو يخليوها تما وسط الغابه. في الاخر بدات كترغب فيهم، قالت لهم عافاك خرجوني غير للشانطي. البنت مع جوايا 9 ونص كانت في دارهم، تلاقات مع باها وامها عاودت ليهم كلشي، هزوها مشاو نيشان عند رجال الدرك وداروا شكايه في الموضوع. الجندار بداو تياخدو المواصفات ديال هاد جوج دراري. اول حاجه قالوا لها عطينا النوع ديال الطوموبيل. سولوها قالوا لها واش تعرفيهم؟ قالت لهم ودي راه ما عمرني شفت شي واحد فيهم. الجندار هزو هذيك البنيته وداوها للمستشفى باش يتم الفحص ديالها ويشوفوا واش بصح نيت تعرضت للاغتصاب. بالفعل الطبيب قال لهم راه تعرضت للاغتصاب، وهذا الاغتصاب ادى لافتضاض البكاره ديالها. من بعد رجال الدرك غادي يهزوا البنت وغادي يديوها لديك البلاصه اللي تعرضات فيها للاغتصاب. البنت ما عقلاتش على البلاصه بالضبط، ولكن نعتات ليهم، قالت لهم راه غير هنا تقريبا، والبلاصه راه كانت لداخل في الغابه. رجال الدرك ملي شافوا العنوان ديال هاد البنت لقاو بان ديك البلاصه اللي تعرضت فيها للاغتصاب قريبه للسكنه ديالهم. قالوا مع راسهم واقيلا هاد الدراري راه كيعرفوها وكان بيناتهم شي حساب، داكشي علاش عرضوها لهذا الفعل هذا. بداو تيسولوها واش ما عندهاش شي مشكل مع شي دري، ربما يكون شي واحد اللي عندها معاه المشكل هو اللي مصيفط لها هاد الدراري هادو. البنت كتنفي هادشي كامل، قالت لهم ما عندي حتى علاقه مع حتى شي واحد، وما عمرني انا ما كنتصاحبش كاع اصلا، ما عمرني عرفت شي ولد في حياتي. المهم رجال الدرك خداو النوع ديال السياره، ما قدرش تعطيهم ماتريكول كما قلنا، ولكن النوع ديال السياره والاوصاف ديال الاشخاص وفرقوهم كاع على هذوك على الدرك اللي حداهم ورجال الامن، على اساس باش يقلبوا عليهم. واي طوموبيل من ذاك النوع كانت كتوقف كتكونترولا، وفي نفس الوقت تجندات واحد الدوريه وبقات كدير بزاف ديال الحملات التطهيريه بالليل وداروا البراجات، ولكن بدون فائده، بحال تحلات الارض وسرطات هاد الناس هادو. داز واحد الشهرين تقريبا، في شهر 12 2009 ماشي 10 ديال الليل كتدخل واحد السيده هي وراجلها لابريكاد ديال الجدارميه. كتقول رجال الدرك بانها خدامه في واحد الوزين في النواحي ديال المحمديه. ملي كنخرج من الخدمه كنمشي على رجلي. قالت لهم وانا غاديه حتى كتوقف عليا واحد الطوموبيل، خرج عندي واحد هاز موس،
انا تخلعت بغيت نهرب شويه، هو يدور الموس ويضربني بالقبضه ديالو الفخذ ديالي. انا ملي تضربت هذيك الضربه تخلعت، سحبني واش خشى فيا الموس، تخلعت وطلعت معاهم. اللي كيسوق كسيره وداني ديريكت للغابه. اللي صايق ما هضرش معايا، ولكن هذاك اللي كان جالس اللور حدايا كيقول لي اما تسكتي اما نخشي فيك هاد الموس. حتى هي داوها للغابه تكرفسوا عليها بجوج، من بعد خرجوها ولاحوها في الشانطي. السيده كتعاود للرجال الدار كتقول لهم قبل ما يتعداو عليا راه بقيت كنرغبهم، تنقول لهم راني مرا مزوجه وعندي جوج ديال البنيات، ولكن ما حنوش فيا. رجال الدرك غيتاكدوا بان الاشخاص اللي ارتكبوا الجرم الاولاني هما اللي داروا حتى هاد العمليه هادي. والحاجه اللي جاتهم غريبه هي ان هاد الناس هادو ما تيكريسيو، ما كيديو لا تليفونات لا فلوس لا والو، الهدف ديالهم هو الاغتصاب. هاد البنت غتعطي رجال الدرك واحد المعلومه جديده، قالت لهم انا راه بغيت نشوف النوع ديال السياره، الماتريكول ديال السياره، ولكن تفاجأت بان هاد الكل الدراري دايرين كارطونه ومدرقين بها هذيك الماتريكول. رجال الدرك لقاو بان هاد النوع ديال الشكايات كاين غير في لابريكاد اللي عندهم هما، ما كاينش في دوك لي بريكاد الاخرين اللي حداهم ولا عند الشرطه. هنا غادي يعرفوا بان هاد الجونات غالبا كيسكنوا غير في ديك المنطقه، وغالبا غيكونوا بزاف ديال البنات تعرضوا لنفس هذا الاغتصاب، ولكن ما تيقدروش يجيو يديكلاريو. رجال الدرك كثروا من الدوريات وكتفوا البحث ديالهم، ولكن بدون جدوى. بقات الامور هكذا 3 شهور تقريبا، هي فاش غتوقع هذه الجريمه ديال القتل ديال هذيك البنيته. هنا رجال الدرك غادي يقولوا بان هذه العصابه هذه ما بقاتش غير كتغتصب، ولكن دازت لمرحله اخرى، وهي انها ولات تقتل الضحايا ديالها. والبنيته اللي قتلوا في العمر ديالها 17 سنه. دازت 5 شهور على الوفاه ديال هذه البنيته. رجال الدرك ما توصلوا حتى شي بلاغ او لا شكايه ديال الاغتصاب. من طبيعه الحال هادشي مزيان، يعني هاد العصابه راه من نهار قتلات تخلعوا ما بقاو داروا حتى شي فعل، لكن رجال الدرك خصهم يعرفوا شكون هما هاد الجونات وخص يطلق عليهم القبض. واحد السيده محاميه هي وراجلها تا هو محامي، عندهم واحد الدويره كيجيو ليها مره كانت قريبه لديك الغابه، وهما اصلا تيسكنوا في مدينه السطات. ملي كيجيو في لي ويكاند يدوزوا العطله ديال نهايه الاسبوع تمايا، كيلقاو ديك الدار شي شويه موسخه ومغبره. هاد السيده قررت باش تقلب على شي مرا اللي تبقى تنظف لها ديك الدار واخا غير مره في الاسبوع. سولات واحد السيده كتسكن حداها، قالت لها هي راه كنعرف واحد البنيته راه بعقلها وفي العمر ديالها تقريبا شي 30 سنه، ماشي مشكل، هي تكلفيها راه تبقى تجي وتجمع لك الدار وتنقيها، ملي تكوني انتي غادي تجي راه غتلقاي الدار نقيه. داكشي اللي كاين. جات هاد البنت هادي وبقات مكلفه بالنظافه ديال هذيك الدار. واحد النهار هاد المحاميه كان بغات تخمال ودير داك لو غران ميناج، قالت لهاديك البنت اجي عاونيني. داكشي اللي وقع، البنت جات بدات تتعاونها، خدامين هزوا الحوفه هبطوا ديك الكوزينه، المهم خملوا الدار من الفوق حتى لتحت. وهما خدامين، المحاميه بدات كتسول هذيك البنت واش انت خدامه، علاش ما قلبتيش على خدمه، على زعما بقاو كيديو يجيبوا في الهضره. هذيك البنت مسكينه بقات كتعاود المحاميه في القصه ديالها، قالت لها انا راني كنت خدامه في واحد لوزين، وواحد النهار تعرضت للاغتصاب، وملي كنت خارجه شدوني واحد الجوج وتكرفصوا عليا وفتضوا البكاره ديالي، وما قدرت لا نقولها لدارنا لا والو، جاتني واحد الحاله نفسيه ما تليتش قدرت نشوف الناس وما تليتش قدرت نمشي حتى للخدمه. داكشي باش قررت نجلس في الدار. المحاميه قالت لها ودي راه في الحقيقه كان خصك هادشي تقوليه لداركم وتقدمي بشكايه عند رجال دارك. قالت لها ودي انا راني
انا راه هادشي ما عمرني عاودتو لشي واحد، راه غير بس سمعتك انت محاميه داكشي اللي زعمت عليك وقلت لك هاد الهضره هادي. المحاميه بدات كتشجع هاد البنت هادي نهار على نهار، دازت تقريبا واحد 4 ايام ولا 5 ايام. قالت لها البنت صافي، انا راه اليوم غادي قررت باش نعاود لدارنا الحقيقه وما كرهتكش تكوني معايا. البنيته ديالنا عاودت كلشي لدارهم، بكات مسكينه وتنخسات، باها امها خوتها كلشي صافي الخبار. وقالت لهم هادشي علاش مبقيتش كنمشي نخدم في لوزين. قالت لها واش هاد الدراري هادو كتعرفي شي واحد فيهم؟ البنت غتقول للمحاميه قالت لها هذاك اللي كان صايك راه مني وصلنا للغابه مع كندير واحد الكابيشون في راسو، ولكن مني وصلنا للغابه عرفتو شكون هو، ولكن ما قدرتش نقول ليه بانني راه تنعرفك، خفت ليه يقتلني مع كانوا هازين مواس. داك الدري راني كنعرفو، راه فايته شفتو في لوزي اللي كنت خدامه فيه، كان خدم تقريبا واحد السيمانه ومن بعد ما بقاش تيجي وجراو عليه. المحاميه قالت لها مزيان هادشي اللي درتي، لان كون قلتي له راني كنعرفك 100% غيصفيها لك. البنت بالمؤازره ديال المحاميه وباها وامها مشاو نيشان عند رجال الدرك. كتعاود لهم هاد القصه اللي قلنا من الاول حتى الاخر، اكدات لهم بانها كتعرف واحد، لهم بانه راه فايت يخدم في واحد لوزين. رجال الدرك قالوا لها شحال هادي المده فاش كنت خدام في لوزين؟ قالت لهم تقريبا واحد العام هادي دابا، راه كنخدم غير واحد السيمانه تقريبا ومن بعد جراو عليه. قالت لهم باش غنزيد ناكد لكم بان السيد راه معروف، راه نهار يلاه جا اللوزين واحد البنت صاحبتي قالت لي داك الولد راه كنعرفو وراه تيسكن قريب لينا. البنت اللي قالت لي هاد الهضره هادي راه باقا خدامه في لوزين. ديك الساعه رجال الدراك مشاو للوزين، كان ديك الساعه شي 3:30 العشيه، لقاو البنت باقا خدامه. هزو البنت داو معاهم لابريكاد. البنت مسكينه تخلعات. البنت ديالنا بدات تتفكرها، كتقولها واش عقلتي على داك الولد اللي كان جا وقلتي لي راه تيسكن حدانا، راه دوز غير واحد السيمانه ومشى ما بقاش تيجي جراو عليه. البنت قالت لها لا ما عقلتش. كما قلنا البنت كانت مخلوعه، صاحبها واش غادي يشدوها حتى هي. رجال الدراك خرجوا هذيك البنيته ديالنا وبقاو مع هاد الشاهده، قالوا لها غير حاولي تقولي لنا ما عندك مناش تخافي، راه القضيه راه فيها جريمه قتل، الا خبيتي علينا شي حاجه دبر راسك، راه كتعرضي حتى انت للمساءله. دابا قولي لنا واش هاد الولد كتعرفيه ولا لا؟ قالت لهم الصراحه رانا غير خايفه، وهاد الولد راه كنعرفو، راه تيسكن غير حدانا في الحومه ديالنا. ديك الساعه رجال الدرك هزوها وقالوا لها راه ورينا دارهم. قلت لهم هاد الولد هذا راه السميه ديالو الياس. دقوا على الدار، خرج لهم باه، قال له واش الياس ساكن هنا؟ قال لهم اياه. قالوا كلمونا، قال لهم راه باقي ناعس. قالوا سير جيبو. كهبط عند رجال الدراك، داروا ليه المينوط وداو معاهم، دخلوه لواحد البيرو، جابوا البنت ديالنا شافتو، قالت لهم هو هذا. قالوا لي شوف هاد البنت هادي مزيان، واش كتعرفها؟ قال لهم لا ما تنعرفهاش. الجندارم قالوا له شوف الا ما كنتيش كتعرفها هي راه كتعرفك مزيان، وراه فايت هزيتيها واحد النهار في الطوموبيل. قال لهم انا ما عندي بعدا حتى شي طوموبيل. قال لهم انا عندي البيرمي ولكن ما عنديش طوموبيل. مشاو رجال الدراك حاولوا يسولوا العائله ديالو واش كاين شي واحد في الدار اللي عنده طوموبيل، باه مو خو شي واحد خوتو، والو. قال لهم انت ما عندناش طوموبيل. البوليس رجعوا رجال الدراك رجعوا لعندو، قالوا له شوف راه هاد البنت هادي راه كتعرفك مزيان وراه تعديتي عليها انت وصاحبك، دابا اما تتعاون معنا ولا دبر راسك، راه كتهز هاد الجرائم بوحدك. قالوا له اسمع لينا مزيان، هذيك البنت اللي تلقات مقتوله في الغابه اللي في العمر ديالها 17 سنه، راه التحليل ديال الطبيب التقرير ديال الطبيب الشرعي تيقول بان راه تلقى فيها واحد السائل منوي ديال 2 الاشخاص، وحنا راه درنا التحليلات. دابا غير غتقول لينا بلا ما تكرفصنا، ولا غادي ناخذوا عينه من الدم ديالك وغادي نديروا لادين وصافي، وديك الساعه راه غتاخذ الجريمه بوحدك. والدري غير سمع هاد الهضره هو يتزير عنده الشغل. قال لهم هاد البنت هادي راه تعديت عليها انا وصاحبي في الغابه، وصاحبي راه هو اللي عنده الطوموبيل، انا اللي تنصوب هو تيركب اللور.
صاحبو كان كيسكن غير حداه تقريبا في نفس الحومه. مشاو للدار جابوه. الطوموبيل كانت ديال موت هاد الولد هذا. كانت كتدخل من الخدمه مع ديك الربعة ونص، كتحط الطوموبيل كيهزاو، كيبداو يدورو تيقلبوا على البنات. مرة جيت لوزين، مرة جيت الليسي، ما خدامين ما بدامين، ما عندهم حتى شي شغل. رجال الدراك فاش دخلوا هذاك الولد الثاني، البنت غير شافتو مسكينه نهارت، وما هذا هو اللي خرج لعندي وهددني بالموس. رجال الدراك عزلوا هذا الدري الثاني بوحدو، قالوا له شوف صاحبك راه اعترف وراه قال لنا كل شيء. هو راه مازال ما قالش لهم بان راه ديك البنت القاصر هما اللي قتلوها. هو اعترف غير بالاغتصاب ديال هذيك البنت اللي جابو، اللي جات مع المحاميه. اما الاخرين ما قال عليهم والو، قال لهم داك الشيء اللي قال راه هو اللي كاين. هنا رجال الدراك تاكدوا بانهم هما اللي قتلوا هذيك البنيته. هنا جمعوهم بجوج وقال لهم دابا غادي تعاودوا لنا الحقيقه، كيفاش تقتلتوا هذيك البنيته. قال لهم واحد النهار مع جوه هذيك الربعة ونص، يلا دخلت الوالده حطات الطوموبيل، هزيتها، جلست مع صاحبي كنهضروا شي شويه، يلا نقلبوا على شي هميزه. شي ساعه ونص تقريبا وحنا تندورو، حتى بانت لينا هذيك البنت باقا صغيره وغادا بوحدها في الطريق. صاحبي خرج عندها بالموس، بنت شافت الموس تخلعات، طلعت للطوموبيل، دخلناها للغابه، مشينا لديك واحد البلاصه خاويه، والله بغينا نبداو نتعداو عليها. شافتني حيدت القب وهي تقول لي كنعرفك. قال لها فين كتعرفيني؟ قالت له شوف انا كنشوفك في واحد البلاصه الفلانيه. شاف صاحبو قال له ما تعقلش عليها. شي ساعتين وما كيتناوبوا عليها، البنت مسكينه غيخرج لها عقل، قالت لهم والله حتى غنشواكم. هنا ما لقاو قدامهم حتى شي حل غير الا يقتلوها، الا خلاوها تمشي عارفين راسهم بانها غتفضحهم. دفع البنت، ضربها بواحد الضربه جيت القرجوطه، ضرب ليها العرق ديالها مسكينه، تذبحات، طاحت في البلاصه ماتت. تاكدوا بانها ماتت، مشاو في حالهم. قالوا رجال الدراك انهم من قتلوا هاد البنت صافي تخلعوا، ما بقاوش كيقدروا يديروا حتى شي حاجه. قالوا لهم شي شهر تقريبا ما خرجناش من الدار. قالوا لهم بان هاد البنت دابا اللي جات ديكلارات بينا اللي مع المحاميه راه تقريبا تغتصبات في شهر 2 والبنت تقتلات في شهر 3. هاد المجرمين بجوج تقدموا للعداله بعد بزاف ديال المحاكمات وبزاف ديال الجلسات، تحكم عليهم ب30 عام الواحد. بحكم انهم باقين صغار وما عندهمش سوابق، تحكم عليهم بهذا الحكم اللي هو في حقيقه قليل في حقهم. وهذا هو المصير ديال التهور وديال اي واحد كيتبع النزوات. حتى لهنا غتكون القصه ديالنا سالات. الله يرزقنا ورزقكم حسن الخاتمه. ما تبخلوش علينا باللايكات والكومونتيرات الزوينين ديالكم. كان معكم خوكم سعيد، الى اللقاء في حلقه مقبله ان شاء الله.